يلا يلا نعمل حاجة حلوة في الصيف الجميل ده. طبعا المانجا مفيش اخطر منها في السوق، فاحنا هنعمل بقى خطوة حلوة قوي وخطوة جميلة وكمان موفرة، ولا هي صعبة ولا اي حاجة ولا على اي اضافات كتير. لكن قبل ما ابدا تعملي لي لايك وشير عشان يوصلك كل جديد. اول حاجة معانا كده هتجيبي بولة، وهتجيبي كوباية من كريم شانتيه، وهتجيبي علبتين من الزبادي، وهتضيفي يعني ربع كوباية من السكر، وهتضيفي مية ساقعة متلجة. وبعد كده هنضرب كل الحاجات كده مع بعض. تمام. اهم حاجه الزبادي هتخلي طعم الكريم شانتيه في حته تانية تماما. تمام. وبعد كده هتجيبي بسكوت اوريو، طبعا اي نوع بسكوت، ممكن تضيفي بسكوت الساده الابيض العادي. تمام. ممكن تضيفي البسكوت اللي هو الشوكولاته العادي، تمام، يعني المتوفر موجود عندك. وبعد كده هنقلبهم مع بعض. وبعد كده هتجيبي حبايتين من المانجا، طبعا مانجا بقى عصير، مانجا مكعبات، طبعا اللي انت تحبيه واللي متوفر برضو عندك. وبعد كده هتجيبي الصينيه اللي هي بتتفتح من الجنب كده. تمام. طبعا هتضيفي عليها ورقه من الزبده. وبعد كده حرف الصينيه هتعملي كده زيت من حرف الصينيه كده بالفرشه كده، حاجه بسيطه تماما، عشان لما نيجي نطلع الحاجه كده تطلع معانا بكل سهوله. لو انت هتعملي بالصينيه تانية. تمام. ويلا بينا على الفريزر، يوم كامل هسيبها في الفريزر. بعد طبعا سيبناها يوم كامل في الفريزر عشان تكون متجمده معاكي وتكون كويسه. هنطلعها كده زي ما انتم شايفين طلعت معايا بكل سهوله. الطعم خيالي، وطبعا الشكل حاجة تانية، وبيتكلم كده عن نفسه كده حاجة جميلة جدا. طبعا بعد ما طلعت من الفريزر كده هنزينها بقى بتوت الأحمر، ممكن تزينيها بالمانجا، ممكن تزينيها بصوص الشوكولاتة أو صوص الكراميل، طبعا اللي متوفر عندك واللي موجود عندك. تمام. وبعد كده طبعا هنقطعها زي ما انتم شايفين كده، جمالها في حتة تانية بجد. لازم تجربوها، وصفة فعلا موفرة جدا وجميلة جدا، وكمان مش حاطينها اضافات كتيرة ولا هي حاجات مكلفة. هنقطعها كده على قطع مثلثات زي ما انتم شايفين كده. هنزينها بصوص الفراولة كده زي ما انتم شايفين. جمالها في حتة تانية تماما، ما شاء الله جميلة جدا ورقعة جدا. طبعا لازم تعملي بكمية كبيرة قوي علشان الأطفال فعلا هتحبها قوي، كبير وصغير هيحبوها. حاجة كده تطر علينا كده في الحر اللي احنا فيه ده، علينا وعلى أولادنا، ممتازة جدا ورقعة جدا. زي ما انا قلت لكم لازم تعملي كمية كبيرة قوي علشان فعلا الأولاد هيخلصوها فعلا ليكي. فعلا فعلا ممتازة جدا، ما تقوليش ليا محل، لا دي أحلى من محل بجد. البسكوت باين فيها زي ما انتم شايفين كده بسكوت الاوريو، طبعا المانجا باينه فيها، طبعا مانجا عصير او مانجا المكعبات، طبعا اللي هي اللي متوفره عندك واللي موجوده عندك، مش تصعبها عليكي، حاجه موفره جدا ورائعه جدا جدا. اتمنى يكون وصفه النهارده عجبتك، واتمنى منك اللايك والشير، واتمنى منك بدعوه حلوه مع الف